النهارده هنشوف تركيب السيدر والاسفنجات ازاي بننظم الشياع في قطعان الاغنام. هنروح دلوقتي نشوف الادوات والحاجات اللي بنستخدمها في تنظيم الشياع ونرجع ركب لنعجة دلوقتي بتجربة عملية. ايه الفوائد اللي باخدها من تنظيم الشياع؟ الفوائد اللي باخدها من تنظيم الشياع، اول حاجة بقضي على فكرة الشياع المنفرد اللي ممكن يتوه مني او ممكن استغل كباش كشافة ان هي تدور عليه او كده. ممكن حاجات تفلت الشياع. اول حاجة بيبقى انا متحكم، يعني انا شايفه بالظبط هيحصل امتى، مجمع مجموعة، عارف حاطط خطة وسيستم لأثناء العشر للتغذية وللتحصينات. بتبقى دقيقة جدا وبتتنفذ بدقة لأن المواعيد بتاعة التلقيح مظبوطة والمواعيد بتاعة التلقيح واحدة، وفي نفس الوقت المجموعة كبيرة. لأن طبعا لو مثلا أنا بدي تحصين بعد في الشهر الرابع أو حاجة وكان الشياع اللي هو العادي، فمثلا كل مثلا 3 بيوصلوا للشهر الرابع، 2 هقعد بقى كل شوية حصن، غير لما بيبقى 50 واحدة أو 60 واحدة بيوصلوا في يوم واحد للشهر الرابع، فبقدر أطبق عليهم المعاملة اللي أنا عايزها بسهولة. تاني حاجة لما بيولدوا كمان المواليد بتبقى في عمر تقريبا 1 أو فرق يعني أسبوع بكتير، ففي نفس الوقت ببدأ أعمل الخطة بتاعت المواليد، التحصينات بتاعت المواليد برضو كلها بجداول معينة واحدة على عدد كبير مرة واحدة. فدي طبعا بتقلل الهدك جدا بتاع العمالة وبتاع الناس وبتاع مثلا البيطاري اللي هيدي التحصينات او حاجه، وبتوفر جدا في تكاليف المزرعه. طب بالنسبه للناس اللي عندها اعداد صغيره او كده، طبعا دي برضو مفيده جدا ليه، لان هو بيبقى عارف النعجه هتشيع امتى بالظبط، وما بيستناش ممكن وقت كتير، او هو مشغول مش شايف مثلا الكبش كشف النعجة او لا، مفيش وقت كتير بيقعد النعجة فاضية فيه، فما بتستهلكش بقى تغذية وكذا وهي مفيش انتاج فيها. فدي برضو حاجة مهمة جدا لموضوع تنظيم الشياع. طبعا احنا بنستخدم التنظيم ده من زمان جدا، بس برضو حابين نقوله تاني، في ناس تانية ممكن تستفيد بمعلومة جديدة. وفي اي سؤال او اي استفسار يا ريت تكتبوا لي في التعليقات او تشرفوني بالاتصال. بننظم الشياع عن طريق الاسفنجات. دي شكلها، الاسفنجات دي بتبقى مشبعه بهرمون البروجسترون. لما بتتحط في المهبل بتاعها بيمتص الهرمون ده وبتوقف ان هي الغنم هتشيع. فبعد عدد ايام معين بقدر لما اسحبها النعجه تشيع في الميعاد اللي انا عايزه. ده الابلكيشن بتاعها اللي بتركب بيه. السيدر هو زيه السفنج بالظبط، وده شكله نتائجه افضل، وهو من شركه زوتس، يعني ده الكيس بتاعه شكله. ده برضو بيتحط، وده الابليكيشن الخاص بيه، بيتحط برضو كده نفس الفكرة، ودي بيقفله كده وبعدين بيخش جوه. برضو هنشوف الموضوع ده عملي يعني. وبرضو عند عدد ايام معين بسحبه، بس فكرة السفنجة بيعمل وقف للعدد معين، بقدر ابقى عارف النعجه دي هتشع امتى. في الحاله دي انا بقدر استخدم هرمون كمان اسمه الBMSG. الهرمون ده بيزود فرصه التوأميه وبيزود نسب التوأميه اثناء التلقيح. طيب السيدر ده بيتحط قد ايه بقى؟ بيتحط من 12 ل 14 يوم اثناء الموسم بتاع التلقيح الطبيعي. يعني لو انا في الموسم الطبيعي بنظم الشياع بستخدمه 12 ل 14 يوم. طيب في حاله ان انا خارج الموسم، في اوقات خارج الموسم بتاع الشياع الطبيعي بتاع الغنم، لا انا ممكن احطه من 7 ل 12 يوم بس. انا جربت الصراحه 10 وكانت كويسه جدا معايا، يعني كنت بحط 10 ايام وكان كويس جدا النتيجه معايا. ده باختصار الادوات اللي انا بستخدمها. على فكره الابلكيشن ده برضو بقدر احط بيه السيدر، يعني ممكن احط لو ما عنديش المكبس ده انا اقدر احط السيدر بالابلكيشن بتاع السفنجه. دي طبعا بتبقى عباره عن بودر ومذيب الهرمون. الهرمون ده لازم يفضل في الثلاجة على درجة حرارة التبريد، ما ينفعش يطلع قبل الاستخدام على طول. معاهم زيب بيلطوا على بعض وبيتحقنوا بوحدات دولية. بنبدأ ب 400 وحدة، والموضوع بقى بيخش فيه عوامل كتير قوي. النعجة دي او الحلية دي اول مرة تعشر ولا نعجة ولدت قبل كده كذا مرة، الوزن، كمية اللبن بتاعتها، كل حاجة بتؤثر في ان احنا بنديها جرعات قد ايه من الهرمون عشان نزود معدل التوأمية. لان طبعا اهم حاجة مش ان انا ادي وازود التوأمية بس، لا،
مهم جدا ان انا لما النعجه تولد تقدر تراعي المواليد بتاعتها وتقدر تحافظ عليهم لما توصلهم بامان للفطام. باختصار دي الحاجات، وباذن الله هنشوف دلوقتي ازاي بيركبوا على في الواقع، او بالذات السيدر. يعني هنركب سيدر النهارده، فهناخدكم كده في جوله نبص بيركب ازاي السيدر بالتلقيح بعد السحب بستة للحليات ب 36 ساعه. بلقح مره وبعد كده 48 ساعه وبعدين 60 ساعه. دي بالنسبه لاول مره اتعشر الحليه. لكن لو نعجه بكتفي بتلقيحتين بعد 48 ساعه وبعد 60 ساعه من السحب واعطاء الهرمون. يفضل ان السحب يبقى في الصباح الباكر جدا، وادي الهرمون على طول في نفس اللحظه. رجعنا لكم تاني دلوقتي بعد ما شفنا الادوات، الحاجات اللي احنا بنركب بيها، وهنوريكم دلوقتي تجربه عمليه. اول حاجه احنا طبعا بنبقى حاطين محلول مطهر هنا، بنبقى حاطين فيه المكبس عشان واحنا بننقل من نعجه لنعجه بيكون بيطهر بفوطه، بتكون فوطه سفنجه اي حاجه تكون معموله بمحلول مطهر، متسابه بمحلول مطهر. برضو احنا بننظف المكان ده عشان نضمن ان مفيش اي ميكروبات او اي حاجه ملوثه تخش من بره مع المكبس. بعد كده المكبس احنا قلنا ان احنا بنستخدم ممكن المكبس ده في السيدر. السيدر بيخش كده اهو المكبس، نتني الحتتين دول، يبقى ده شكل السيدر جوه المكبس. العمليه اللي احنا هنعملها دلوقتي مهمه جدا. اولا المكبس ده مشطوف بطريقه معينه بحيث ما يجرحش او اي حاجه، وده اصلا هو يعني جاي كده. ضروري جدا ان احنا واحنا بندخل المكبس ما ندخلوش افقي كده، او ندخل جامد او نلف واحنا بندخل. لا، احنا لازم ايدي تبقى واطيه كده، ولازم اما ادخل جنتلي خالص بالراحه بشويش، احرك بس لو حاجه اديها يمين شمال، والمكبس هيخش بمنتهى السهوله، ما يجرحش اي حاجه، ما يعملش اي حاجه. في حاله دخول المكبس للاخر بزق المكبس التاني ده واقوم ساحب المكبس، يبقى كده السيدر دخل جوه. ممكن السلك بتاع السيدر يبقى باين من بره، ممكن اسيبه جوه، ده اضمن ان هو ما يقعش اثناء انتظار المده. وممكن بعد كده بشده بالموسع المهبلي. التجربه اثبتت ان السيدر لما بيبقى جوه بيبقى صعب ان هو يقع، غير اما السلك بتاعه بيبقى بره، الا في الحليات والحاجات الصغيره.